أهلا وسهلا بيكم في بوابة العوالم الخفية. معاكم روح، واللي هتشوفوه دلوقتي مش مجرد قراءة، دي رسالة من طاقة السماء، من حركة الكواكب، من الحلم اللي صحك فجأة واللي حسيت فيه إن في شي بيتغير. أنا قدامي ورق، بس اللي أنا شايفاه مش مطبوع، اللي ظاهر لي جاي من فوق، من اللحظة، من الطاقة، من همسة السماء. انا مش هنا اقولك حظك، انا هنا اقولك ايه اللي جواك، ايه اللي جايلك حتى لو انت مش عارفه. لو دي اول مرة ليك هنا، اضغط اشتراك، لان اللي هتشوفه مش حكاية برج، ده كشف لطريقك ويمكن لنفسك. هنعمل قراءة فلكية لأول برج اللي هو برج الحمل. أهلا بكم يا مواليد برج الحمل. لو حسيت الفترة الأخيرة إنك تايه، إنك مش فاهم إيه اللي بيحصل جواك، لو كل خطوة بتحاول تمشيها بتحس فيها كأنك بتشد جبال، اعرف إنك في قلب عاصفة، لكن كمان أنت أقرب من أي وقت مضى للتحول الحقيقي. أول حاجة هنبتدي بيها، هنشوف الكواكب هتقولك إيه يا برج الحمل. لو كانت أول مرة ليكم هنا، ما تنسوش تشتركوا في قناتي وفعلوا في برج whatever. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم الجديد. اوكي، من خلال الكروت اللي قدامي بيبلي انه الكواكب عندك بتقولك انه الشمس كانت موجودة في السرطان قبل كده، وفي البيت الرابع من دايرتك، بين الجذور، الماضي، الوجع اللي محدش شافه، ده خلاك تغوص جوه أعماق، تواجه أسئلة صعبة. أنا عايش ليه هنا؟ ليه مش مفيش حد شايفني أو حد فاهمني؟ ايه اللي ناقصني عشان أحس بالسلام؟ بس من 22 يوليو الشمس هتنتقل للأسد، بيتك الخامس. هنا هيبدي النور يظهر، ويبدأ يعني في نفسك الحقيقية هتبدأ يعني تبان وتتنفس، لكن النور ده مش هيبان إلا لما تسيب اللي مش ليك. هنشوف المريخ هيقولك ايه. المريخ هو كوكبك الحاكم، بيتحرك دلوقتي في برج الأسد. عارف يعني ايه؟ يعني طاقتك مولعة، نارك مشتعلة، بس النار دي مش علشان
الحرب دي علشان الشغف، نار الطموح، نار التعبير عن الذات. بس خلي بالك لما المريخ بيتحمس في الأسد ساعات بيخلي رد فعلك درامي وقراراتك متسرعة. ممكن تندفع في العلاقة، تقول كلمة تندم عليها حتى لو تفكر جواك رغبة السفر أو الرحيل. بس خليك قاعدة يا برج الحمل، لأنه أنا شايفة هنا نارك المولعة هتاخدك لقرارات مصيرية هتبقى اندفاعها منك هتندم عليها بعدين. هنشوف دلوقتي نبتون، الكواكب، كوكب نبتون أخباره مع برجك. نبتون والمرايا المكسورة. نبتون بيبعتلك إشارات من وراء الحجاب، كأنك شايف حلم أو بتصدق حد مش واضح أو بتحب حد مش ليك. خلي بالك، اللي بيبان مش دايما هو الحقيقة، وأقرب شخص ليك ممكن يكون أكثر واحد مسبب ليك تشويش أو خداع غير مقصود. عندك القمر كامل في برج الدلو يوم 21 في الشهر. اوكي، يعني هتكشف لك حاجات. خلينا نشوف. ممكن عندك صديق مش صديق، عندك صديق مش صديق يعني. او حد قريب نيته ما كانش زي ما انت فاكر. مواليد برج الحمل، لو انتم اول مرة معنا في القناة اشتركوا معنا وفعل الجرس، حط لي تعليق، ممكن حد برج الحمل تنطبق عليه القراءة دي ويستفاد منها. دلوقتي هنشوف النفس والذل، الجانب النفسي فيك. الجانب النفسي فيك بيتغير، انت في مرحلة انتقال من الطفل اللي بيطلب الحب الى الروح اللي بتخلق الحب من جواها. لو بتجيلك احلام متكررة، رسائل من الماضي، ذكريات بتفرح فجأة، اعرف ان دي مش ضعف، ده تفكيك للبرمجة القديمة، تفكيك للبرمجة. اوكي، نفسك عايزة تتحرر بس لازم تواجه الألم عشان تخرج منه. بالنسبة للمال والعمل، الفترة دي مش أفضل للتعاقدات، خاصة من 17 إلى 25 يوليو. لو بتفكر تبدأ بزنس صغير، قناة أو خدمة خاصة، الأسبوع الأول من أغسطس هيفتح ليك باب مش كنت شايفه.
هنروح دلوقتي للعلاقات العاطفية، الحب والحاجات دي، العلاقات. مولود مولود برج الحمل والحب والعلاقات في الفترة اللي جاية من النهاردة لحد بداية أغسطس يوم 5. اوكي، طاقة مفتوحة، ممكن تشوفها في أي وقت. مولود برج الحمل، الحب كلمة بتوجعك دلوقتي، انت محتاجه بس مش عايز تتأذى تاني. في حد حوالين يعني حواليك دلوقتي بيحاول يقرب، بس انت مش متأكد. لو في علاقة، العلاقة دي هتتعدى باختبار كبير جدا. هتحس هل الشخص ده واقف معايا ولا بيهرب أول ما الدنيا تضيق بيا. السما بتقولك اسمع طاقتك مش كلامه، جسمك، حدسك، عصبيتك، كل دي رسائل. خلي بالك من أشخاص بيرجعوا من الماضي، أو ناس عايزة تدخل حياتك علشان تديك درس، والدرس ده هو أي درس بناخده في حياتنا بيكون درس كويس، بس الشخص ده هيوجعك. أول حاجة شوفوا هو ده اللي ممكن أعول عليه في حياتي، أو هو هيبقى عبء عليا. لأن الشخص اللي ظهر لي دلوقتي ده مش هو ده الشخص الصح اللي انت مستنيه. هنشوف رسائل الكون ليك هتقول ايه. لو وصلت هنا يبقى بجد عجبتك القراءة، واشترك في قناتي، حط متابعة ودوس لايك وحط لي تعليق، هل القراءة دي منطبقة عليك او لا. مولود الحمل، انت مش بتتألم عشان تنكسر، انت بتتألم عشان تبعث من جديد، في بدايات جديدة عندك. الوجع مش عمره ما هيكسر برج الحمل، برج الحمل أقوى بكثير إنه ينكسر. بداياتك الجديدة، حب جديد، شغل جديد، منصب. ما تخافش يا برج الحمل، انت مش ضعيف، انت الامبراطور. الاسد هيشتغل فيك يوم 22 يوليو، بس لازم تكون نظفت قلبك من كل بقعة وجع او هم حصلت معك في حياتك. انسى الماضي عشان تستقبل الجديد. الكون هنا بيقولك يا من خلقت من نار، لا تبحث عن النور في الآخرين، بل كن أنت الشعلة، واجذب كل من تاه في ظلامه. خليك أنت النور للناس، خليك أنت الحب، خليك أنت العطاء. نور قلبك عشان تكون شعلة في طريق غيرك. بشكركم قوي يا مواليد برج الحمل إنكم استمعتوا للقراءة، وإن شاء الله
الجاي احسن بكتير، فخليكم معانا الفيديوهات الجايه.